حاجه من الحاجات اللي انا اكتشفتها في نفسي ان انا لما بتوه والدنيا يعني بتوديني وتجيبني دايما برجع للجيم. ودي حاجه حلوه، حاجه لذيذه جدا يعني ان انت تبقى واخد بالك منها. فانا عايزك وانا بتكلم معاك في الفيديو ده عايزك تفكر كده، هو ايه الجيم بتاعك؟ إيه الحاجه اللي انت لما بتتوه في الدنيا بترجع لها؟ ولما بترجع لها دماغك بترجع بقى تترتب والدنيا تظبط معاك وتبتدي تعرف انت بتعمل ايه. الستوري اللي انا لسه منزلها من شويه، اللي هي غالبا لما الفيديو ده ينزل هتكون عدى عليها ساعتين ثلاثه، كنت بقول لك فيها ان احنا دايما بنقصر في حق نفسنا. ان احنا دايما بنبقى ممكن نكون ناجحين جدا في الشغل بتاعنا، ممكن نكون بنقدم شغل حلو جدا وما بنقصرش معاهم خالص في حته الشغل، لكن احنا عشان عارفين ان هم ليهم علينا حق. طب ما احنا لينا علينا حق، ما هي الفكره كلها ان انت ليك، يعني انت على نفسك ليك حق. ما انت المفروض انت تخلي بالك من نفسك برضو، وان انت تبقى مجتهد وانت تطور فيها وتحسن فيها وتنزل الجيم وتتمرن وتصلي وتقرا قران وتبذل مجهود ان انت تحسن من نفسك وان انت تطور من نفسك بشكل او باخر. ف بيخليني بقى الحاجه دي خليني افتكر ان اول ما بدات موضوع الكونتنت كريشن وان انا اخش في الكرييتيف اندستري، هي ما جاتش غير كده، هي ما جاتش مني، انا ما رتبتش للموضوع ده. في فيديو انا كنت منزله وكنت بقول لك ايفون 4 اس هو ده اللي بدات بيه الكونتنت اصلا. وبدات بيه ازاي؟ يمكن كمان انا لما فكرت فيها دلوقتي، لا انا بدات قبل كده. 2007 عندي 17 سنه او 16 سنه، كان وزني 55 كيلو وطولي 175 او 170 حاجه في الرينج ده. وكنت عايز اتمرن، عايز اروح الجيم، بس كنت مكسوف ان انا اروح. ليه كنت مكسوف؟ علشان ما كنتش عندي الفكر بتاع هو انا لو رحت هعمل ايه. انا ما اعرفش انا لو رحت هعمل ايه هناك. ف كانش في حد يساعدني، ما كانش في حد يحاول ان هو يحسنني، ما اعرفش. فخدت خطوه. واحد جاري الله يمسيه بالخير لقيته قام واخدني من ايدي قال لي تعالى هنروح الجيم. مرمط اللي جابوني، بص هني. فلما رحت الجيم ولقيت ان لا ده انا في ناس زيي كتير كتير جدا ومحدش فاهم حاجه اصلا، حتى يمكن الناس اللي كانت في الجيم ساعتها ما كانوش فاهمين حاجه. فبعد كده ابتديت بقى ان انا احب الموضوع. ليه؟ اللي كان فيه تشالنج، حسيت ان انا بطور وبحسن من نفسي. فواحده واحده ابتديت ان انا احسن من نفسي واتمرن واجرب والاقي ان في نتيجه. لما لقيت ان في نتيجه ابتديت عايز ابقى باصي المعلومه دي للي زيي. فمن هنا بقيت كونتنت كريتور. تخيل الموضوع ماشي ازاي. ف ومع البراكتس بقيت شاطر. وبعدين واحده واحده لقيت نفسي حد بيهيد هانت بيكلمني تعالى انت كونتنت كريتور، انت شغال بالبلدي، شغال بلدي، فتعالى نعلمك، تعالى نطور. ومن هنا فتحت باب جديد لحاجه انا ما كنتش اعرف ان هي موجوده، مجرد ان انا قررت اطور من نفسي وقررت ان انا اخد اكشن يخليني شخص احسن. حتى لو الاكشن ده ملوش اي علاقه تماما بالمجال. في ناس كتيره جدا اعرفها دخلت المجال الرياضي لمجرد ان هم كانوا بيتمرنوا. الناس كانت بتتمرن عادي جدا وحبت المجال وحبت الناس وحبت الاحساس ان هم بيفيدوا نفسهم، فانا عايز افيد غيري. ومينلي ده اللي بيحصل في الشانل دي او في الاكونت ده او في البيج دي، ايا كان انت بتشوف الفيديو ده فين. ف انا دايما مؤمن بالانسكريبتد توكس. فدي انسكريبتد توك وهتفضل انسكريبتد توك. كل يوم سبت في فيديو بينزل، الفيديو ده بيكون بيحاكي الاسبوع اللي قبله، ايه اللي حصل في الاسبوع اللي قبله او احنا وصلنا لايه او ازاي التوبيك ده وصل للحته او الفورميشن دي يعني اتهيأت ان احنا وصلنا للنقطه اللي احنا فيها دلوقتي، ان انا قاعد قدامكم وبنتكلم مع بعض بالشكل ده. فانا عايز اسالك انت ايه الجيم بتاعك؟ ايه البوينت بتاعتك اللي دايما بترجع لها، اللي هي النورث ستار او وات ايفر اللي انت بترجع لها؟ ولما بترجع لها دنيتك بتهدى وبتبتدي ان انت تفكر صح وبتبتدي ان انت تظبط امورك وان انت تفكر بشكل مختلف شويتين ثلاثه. النقطه دي نقطه مهمه جدا واتمنى ان هي تكون حاجه صحيه، تكون حاجه كويسه. يعني لما بترجع لها بتبتدي ان انت ترتب امورك وامسك في الحته دي، امسك فيها لو هي حاجه صحيه، عشان انا جالي مسجز غريبه، بس امسك في الحته دي لو هي حاجه كويسه. خليني اقولها تاسع مره، وابتدي ان انت ما تسيبهاش، خليك ماسك فيها. يعني انا الجيم انا باذن ربنا انا مش ناوي ان انا اقطع تاني القطعه اللي انا قطعتها قبل كده مره واثنين وثلاثه و10 و15. ف تعالوا نشوف مع بعض. انا بجد وكل يوم سبت ان شاء الله هيكون في فيديو بيحاكي الاسبوع اللي قبله، ايه اللي حصل في الاسبوع اللي قبله ووصلنا لفين. كونسيدرت ستوري تيلينج، ريل تايم ستوري تيلينج. ونصيحه، واحاول ان انا اخلي فيه نصيحه كل يوم سبت برضو، ما تتفرجش على الكونتنت كريتورز وتحس ان هي دي حياتهم. لان 90% او 99% من الكونتنت كريتورز اللي موجودين دي مش حياتهم، وده مش الطبيعي اللي بيحصل، وده مش الواقع اللي بيتم. انا النهارده قعدت الف بقالي اسبوع بدور يعني
بقالي اسبوع بدور على مكان اصور فيه، لحد ما بالصدفه لقيت مكان كويس. فممكن اعمل لك قصه وفيلم واقول لك ده انا رحت هناك وهنا وهنا وليه اخترت المكان ده. هو عامل لك فيلم وقصه، لكن لا خالص. انا بالعكس، انا دورت كتير، ومن ضمن التدوير وانا معدي في مره من جنب النادي لقيت مكان شكله عجبني، قمت راكن قلت اشوف الموضوع ده فيه ايه. لقيته مكان حلو ومكان لطيف وسبحان الله يعني. في حاجات بتيجي بالحظ، والحاجات اللي بتيجي بالحظ ما تجيش بالحظ، هتيجي عشان انت بذلت مجهود قبلها. يعني بقى لي اكتر من اسبوع بدور على مكان، لقيت ده بالصدفه. دي مش صدفه، ده توفيق من ربنا. فانت بتبذل مجهود وبقى على ربنا. واشوفكم في الفيديو اللي جاي.